يا مساء السعادة على متابعين حنان اللول. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة بسيط جدا وجميل. يلا نشوف النهاردة هنعمل ايه. بس يا ريت ما ننساش لايك وشير وتعليق حلو منكم كده ليوميات حنان. نسمي الله. بسم الله. النهاردة هنعمل طاجن بامية. هنعمل طاجنين بصراحة. طاجن البامية النهاردة طواجن صغيرة كده على قدينا، بس البامية بتاعتنا النهاردة البامية الناشفة، ناس كتيرة ما تعرفهاش، والنهاردة جايين نعرفكم عليها. نسمي الله ونجهز الطواجن بتاعتنا. الطواجن دي كانت أول استخدام ليها. الطواجن دي اللي هي المطلية، اللي هي بتلاقوها ناعمة كده شوية، مش الفخار اللي هو غير مطلي. تمام، دي بتشطفيها بس وبترصي فيها الحاجات بتاعتك وبتدخليها على طول الفرن. تمام يا ست الكل. النهارده هنعمل طاجن البامية بتاعنا بالكلاوي. الكلاوي جبتها غسلتها كويس جدا وقشرت الجلده اللي بتكون عليها اللي متغلفه بيها علشان ما تكونش مزفره. هنا عندي صلصه طماطم جاهزه. تمام. حابه تعمليها اللي هي التقليه صعيدي، تمام. حابه تعمليها اللي هي التوميه، براحتك خالص. انا جاهزه عندي، كنت عامله مكرونه بالصلصه وجاهزه عندي اللي هي التوميه. اول حاجه لازم الباميه بتاعتنا دي طبعا هي بتتجفف ان انت بتحطوها في مكان مهواي. وبتحطيها هي وخضره كده بيحطوها في خيط زي الجماعه السوريين. بيعملوها بنفس الطريقه دي. لازم تتغسل كويس جدا لان المكان ده طبعا فيه رواسب وتراب وحاجات كتيره جدا بتكون في الجو. فلازم نغسلها كويس قوي. هنغسلها بقى تحت الحنفيه بميه سخنه كده زي ما هي في الخيط. فاول حاجه نغسلها تحت الميه كده، تفتحي عليها الحنفيه، ميه دافيه ميه بارده اي حاجه، تغسليها كويس جدا، تنزلي كل التراب اللي فيها. طبعا انتوا شفتوا الميه نازله مصفره جدا، يعني مليانه تراب كتير قوي. تمام. عايزه اقول لكم الباميه دي على قد ما هي طريقتها لازم تتغسل كويس جدا وتهتم بالنظافه بتاعتها، على قد ما طعمها حلو جدا وبتبقى حاجه كده روعه. فنغسلها بالميه مره واتنين وتلاته لحد ما تنزلي كل الرواسب اللي فيها وتلاقي الميه بتاعتها نظيفه. هنا بقى هبدا ان انا احوشها من الخيط اللي هي محطوطه فيه، وافصصها واسيبها. هعمل فيها تركه تاني دلوقتي، بس يا ريت في الوقت ده ما تنسيش لايك بتاعك الجميل وتعليق حلو كده يحفزني. ما تعمليش نفسك ان انت عليكي طار ومستخبيه من حد يا جماعه. هكذا بقى لحد ما اخلص كل الكميه ونرجع نشوف هنغسلها كمان تاني بطريقه ازاي. طبعا الباميه دي لازم تتسلق علشان دي هي بتكون متجففه جامد، يعني ناشفه جامد. فهتلاقوها بتتكسر، يعني كمان انا بعد ما شطفتها بالميه بتلاقوها كده ايه، طريت في ايديكي شويه، بس برضو جامده. بفصصها بقى كلها بالشكل ده، بخلص الكميه اللي انت عايزاها وبتاخديها بقى تشطفيها. بعد ما بتفصصيها بتشطفيها تاني علشان مكان الخيوط اللي فيها انت بتسحبيها ما يكونش فيها عفاره او تراب. تمام يا ست الكل. هنا كنت بقولك ان هي لسه جامده، لازم طبعا تتسلق قبل ما انت تحطيها في الطاجن بتاعك. خلاص كده. في الوقت ده يا جماعه كنت حاطه حله فيها ميه بتغلي على البوتاجاز، هنزل بقى اسقط فيهم الباميه بتاعتي واسيبها تغلي معايا غلوتين تلاتة كده، هتلاقيها استوت معاكي. احنا بقى مش عايزينها تكون مستويه جامد زي ما انا عملت كده في الفيديو. خلاص هنا كنت سلقتها، وطبعا بعد ما بتسلقيها بتدلق الميه بتاعتها، خلاص مش محتاجينها تاني. عايزه اقول لكم الميه بتكون نازله صفرا جدا. تمام. لانك طبعا سلقه باميه. خلاص بقى بعد ما سلقناها هنيجي هنا، دي اخر مرحله احنا هنغسلها فيها. هنا بقى هتلاحظوا ان هي خلاص بقت بيضه، الميه بتاعتها بقت بيضه جدا ونضيفه وتمام وزي الفل. هنا بقى تقدري تاكليها بنفس بصراحه. خلاص خلصناها وجينا هنسويها على طول. طبعا عندي الصلصه مستويه وتمام ومتظبطه، فلفل واسمر وملح وكل حاجه، لانها كانت جاهزه عندك، وكنت كنت عامله بيها مكرونه بصلصه، فجاهزه جدا. توميه يا جماعه. تمام. يعني التوم، وبتحطي عليها شفشق عصير الطماطم وتظبطيها ملح وفلفل وكل حاجه والبهارات بتاعتك. هنجيب بقى الطاجن بتاعنا نحط فيه حبه من الصلصه اللي عندك، وتنزلي بالكلاوي بتاعتك. الكلاوي بتاعتي مغسوله كويس جدا، ما تبلتهاش ولا اي حاجه لان عندي الصلصه متبله حلوه جدا. تمام يا ست الكل. حبه ترش عليها حبه فلفل اسمر وشويه ملح صغيرين، يبقى جزاك الله خير. تمام. هنا بفكرك طبعا ان انت لازم تحطي لي لايك علشان الفيديو ياخد حقه في المشاهده. هنحط بقى الباميه بتاعتنا وتقلبيها كده تقليبه، وترجعي بقى تحطي الطبقات بتاعتك براحتك، تحطي الصلصه براحتك، طماطم براحتك، كل حاجه تمام. خلاص كده. وهنيجي من فوق كده اديها حبه رشه فلفل اسمر، يبقى زي الفل. هنا بقى عملتهم على طاجنين وبقوا حاجه كده عظمه.
هنجهز معانا كمان قرنين فلفل شطة. انا بحب بصراحة اي طواجن بحط عليها الفلفل الشطة من فوق. تقدري تفتحي القرن فلفل نصين كده وتحطيه، او تحطيه سليم زي ما انا حطيته النهارده. خلاص انا حسيت بقى ان الطاجن ده مفهوش بامية، مش باين ان هو طاجن بامية اصلا، فحطيت حبة بامية كده من فوق علشان يظهر معايا. تمام. هنروح بقى هنا، خلاص سويناها وما شاء الله صحتين وهنا، بصراحة كانت حلوة جدا. الكلاوي كده عايزة اقول لكم ان هي كانت مستوية وحلوة قوي، وما نشفتش كمان مننا لانها مستوية، يعني لانها مستوية في الطاجن نفسه في الصلصة. ما سلقناهاش كتير على البوتاجاز ونشفت معانا. معروف طبعا الكلاوي بتنشف جامد لما بتاخد سوا كتير، هي والكبدة تمام والقلب كمان. الحاجة دي يا جماعة عارفين كل ما انتوا تدوها سوا قليل كده بتلاقوها طعمها احلى وطرية وجوسي كده وجميلة. تمام. لكن لما بتتسلق جامد بتنشف منكم، بتكون بصراحة الطعم لا مش حلو خالص. شايفين لونها جميل جدا وحلوة قوي. اتمنى تجربوها وما تنسونيش في اللايك وتعليق حلو منكم كده لحنان اللول. كانت معكم حنان حسن، والسلام عليكم.